شفت الاستاذ ده لما جه يركن عربيته واطفال بتلعب في الشارع عمل معاهم ايه؟ شوف كده. لما باجي اركن عربيتي والاقيهم بيلعبوا في الشارع، ما بركنش العربيه. المفروض بركن هنا، ما بركنش هنا. بس راكن العربيه فين؟ ركنت العربيه بعيد عشان اسيبهم يلعبوا براحتهم. بعمل الحوار ده كذا مره. المره دي شكروني، خدوا بالهم، قالوا لي شكرا يا عمو. رجعت بقى بالذاكره لما كان زمان في عز اللعب وفي عز ما احنا مبسوطين كاطفال من 20 سنه مثلا، يطلع راجل سخيف يرش ميه ولا يقول لنا هقطع لكم الكوره، ولا يبقى مثلا واحد راكن عربيه شاهين طلعان ميتين ابوها وخايف عليا يقول لك ما تلعبوش عشان العربيه. اهو جه الزمن وانا بقيت عمو اللي بيسيب العيال يلعبوا كوره ومبسوطين وما برخمش عليهم وركنت لهم العربيه بعيد. بحب جدا ان الانسان لما يكبر يقدر اللي اصغر منه ويعرف ان في وقت فات كان عنده نفس الشغف تجاه اللعب مثلا او غيره، وما تحجرش عليه. قد يكون اللعب في حد ذاته او اي شيء الطفل بيبقى مندفع ليه ممكن يكون شيء مزعج للاخرين، لكن ده ما يخلكش تقسو عليه. ارفق به وتفهمه، وفي نفس الوقت لو تعرف تديله بديل مناسب او توجهه يبقى انت شخص ايجابي ومش متناقض مع ذاتك، وساعتها هتبقى حققت مصلحة من جميع الاتجاهات. موقف بسيط لكن مهم نتعلم منه. وشكرا. واكتر حاجة لفتت نظري بقيت عمو دي، هو احنا كبرنا للدرجة دي؟ ابعتها له.